تعالى يا غالي اقول لك في السريع كده على كام معلومه فعلا غريبه وصادمه جدا عن اشهر المخلوقات اللي موجوده في العالم، والاخير حرفيا متاكد انه هيصدمك. يلا بينا. الكلب اتصنف في موسوعه جينيس كاوفى مخلوق بالنسبه للانسان، وطبعا يا غالي هقول لك ليه، وده بقى بالتحديد لانه ممكن يضحي بنفسه وعمره عادي جدا بكل سهوله علشان صاحبه يكون في امان. يعني تقدر تقول كده يا غالي احسن من ناس كتير والله. والنسر بقى يا غالي يعتبر هو الكائن الوحيد اللي موجود في العالم كله بينتحر بسرعه لو حس انه كبر في السن وما بقاش قادر على الصيد، سبحان الله. واللي ممكن بقى يصدمك ان التعبان يقدر انه يلدغ او يعض حتى بعد قطع راسه بحوالي ساعه كامله عادي. انت متخيل؟ النمله تقدر انها تشيل قد وزنها بحوالي 5 مرات كمان، سبحان الله يا غالي، يجعل سره في اضعف خلق. وفي النهايه خليني اقول لك ان الفيل من كتر ضخامته يا غالي بيحتاج انه يشرب اكتر من حوالي 200 لتر ميه في اليوم الواحد. اشرب يا عم براحتك، ما انت بتدفعش فواتير اصلا. وطبعا يا حبيب قلبي لو وصلت لحد هنا من الفيديو خلينا افكرك بالاجمل من كل ده، وهو انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.